عليكم، واش راكم خياتي العزاز؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هاني جيت نطلع لكم بفلوق بعد العيد من يوميات حياتي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم خياتي العزاز صحه عيدكم للمره الثانيه. كنت بارطاجيت معكم اجواء تاع العيد من بيتي ومع اولادي، يعني يوم الفرحه تاع العيد وكلش، ولكن انا ما كنت ما مونطيتش الفيديو، ما درتلوش المونتاج، يعني كثره التعب يعني تاع مع رمضان ومع اجواء تاع العيد، تحضيرات العيد والكاطو وكلش، يعني مت بالعيا. ما قدرتش اني نمونطي الفيديو معكم. نقول لكم سمحوا لي خياتي بزاف. جيت نعيد عليكم خياتي العزاز، نتوما والعائله تاعكم ان شاء الله عيطوا كامل بالصحه او لهنا، سواء المشتركين التاوعي في قناتي سواء اللي ماكمش مشتركين. ونقول لكم صحه عيدكم، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اليوم جيت نطلع عليكم فلوق بعد العيد، فيه خرجه، فيه شويه قضيه، يعني شويه حوايج كانوا خاصوني للدار، ايضا مشترياتي اللي شريتهم في العيد وكنت ما بارطاجيتهمش يا البنات معكم، هكذا باش ما يجيكمش يعني الفيديو تاع اجواء العيد. البنات اللي تحب تشوف اجواء تاع العيد تدخل للقناه تاعي، راح تلقاه في قناتي. كنت بارطاجيت غير يعني اللبسه تاع ولادي وكلش، ويعني تاوعي انا ما كنتش بارطاجيتهم، هكذا باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا. وايضا البنات راح نبارطاجي معكم اسفنج تاع اسميد، يعني بدون فارنه، ويجي يعني خفيف ومنفخ، وراح نعطيكم الاسرار تاع نجاحه يعني قدامكم، يعني ما راح نحذف لكم الفيديو حتى يعني طرف. هنا ايضا كنت خرجت انا والاخت نتاعي، خرجت انا براسي هذه المره، يعني كان ضارني راسي يوجع وكلش، خرجت وحدي، يعني كنت درت انا والزوج تاعي درنا القرعه مع من يخرجوا الولاد، وفينالمون الحمد لله رصيت القرعه عليه. هنا خرجنا يا البنات، دينا الولاد البارك هكا، لعبوا شويه في البارك وكلش، ومين يعني روحنا غير نتغداو هكا، ناكلوا شي حاجه في واحد الجرده هكا. شوفوا هنا واش خرج لنا هذاك السنجاب هذاك يا البنات اللي يحب لي نوازيت، هو ما خرجش هكذاك يا البنات. شوفوا لهنا غير مين شم كنا ناكلوا في لي كريب بالشوكولا، مين شم الشوكولا كما تعرفوا شوكولا مخدومه بلي نوازيت، يعني مين شم ريحه لي نوازيت هبط يجري. هذه يعني كانت لي اول مره نشوف قدامي سنجاب، وفريمون يعني يهبل صغير ومدحدح، يسخف ميم الاولاد ديال البنات شوفوا ما خافوش منه خلاص. وهو ايضا شوفوا لهنا حنا غير نرميو له هكذا غير بالطرف، وهو غير يقعد ما خافش خلاص. يعني ميم الاولاد شوفوا فرحوا سي اول مره يشوفوا السنجاب قدامهم. شوفوا شحال صغير ووذني هكا مطبشين، يعني يهبل. قعدوا الاولاد غير يرميو له هكا بالطرف. قعد معانا في الجردة شوفوا حوالي ربع ساعة وهو معانا وياكل يعني نحلنا ذيك ضيقة الخاطر. بعدها تفرقنا انا والاخت تاعي، هي روحت لدارها وانا عقبت للسوبيرات، كانوا خاصيني شويه تاع قضيان. كما تعرفوا انا ما نروحش نقضي، يعني كما نقولوا الخضره واللحم هذوك متكفل بهم الزوج، انا ما نحبش نروح للمارشي تاع الخضره، نقضي غير يعني من لي سوبيرات ولا الحوانت الصغار. شريت لهنا شريت باكي تاع مقارونه كما تعرفوا رمضان يعني، وكرهنا الشوربه ولي كراسه كلش لازمنا نبدلوا شويه. شريت باكي مقارونه الولاد تاعي يحبوها، شريت باكي ثاني فيرميسيل، وشريت الفلون. شوفوا الفلان يعني الولاد يموتوا عليه، مهما ديريه لهم سوا شهر كومبلي تاع رمضان ولا من بعد يموتوا على الفلان. شريت لهم تاع الشوكولا وتاع لافاني، شريت السكر، شريت الملح، شريت باكي تاع قهوه كانت خلاصت لي مع لي دو جور تاع العيد، يعني مع الضياف وكلش وهذاك، وكل دقيقه نطيبوا يعني تخلص. شريت باكي تاع طماطم، واحده هريسه واحده زبده، وشريت ثاني لي زيبيس بداو يخلصوا لي، يعني شريت غير قيس دراهمي، ما كانوش عندي يعني دراهم بزاف. وشريت باكي تاع ديول يا يما على البوراك يا يما. شوفوا رمضان كومبلي وحنا نديرو في البوراك والبوراك ما يتكرهش، خلاص. كانت بنتي قالت لي ماما زيدي عاودي ديري لي البوراك. وشريت ثاني شريت شويه زبيب،
كانوا فضلوا لي شويه صرف. وهذو ما يعني القضيه اللي كنت شريته اللي كان خاصني غير شويه. بعد الزوج تاعي يقضي لي شويه تاع خضره وشويه تاع الدجاج. راح نبارطاجي معكم البنات الوصفه يعني تاع امي، يعني اللي علمتني اياها، الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. السفنج تاع السميد فقط، كاين اللي يضيف له الفارينه وكاين اللي يعملوا بالفارينه. اليوم راح نديرو معكم غير بالدقيق يا البنات، ولا سميد كيما كل واحد كيفاش يقول له، وناجح يعني بدون عجن، غير تلمي غير شويه هكا تدلكي زغبه ويجيكم منفخ يا البنات ويجيكم خفيف. راح نخلي لكم المقادير يعني مضبوطه في صندوق الوصف يا البنات. شوفوا هنا واش عملت. انا عملت 2 كيلات بالعلبه تاع لابيل، مغرفه صغيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع خميره تاع المطلور، وحوالي 2 مغارف ولا مغرفه ونص تاع الملح. وراح نلم كلش بعلبه واحده تاع ماء دافي. انا هنا الكميه هذه خذت لي علبه واحده تاع الماء. راح ندخل العجين تاعي في بعضه كيما راكم تشوفوا، غير بصباعي، غير تتلمي لي العجينه نتاعي شويه. راح نديرها في راح نغطي عليها بطرشونه ونخليها ترتاح. راح نكمل لم العجينه تاعي ونرجع لكم بعد ما تروبوزي. شوفوا خياتي هنا بعد ما خليت العجينه نتاعي ريحت شويه والدقيق تاعي طلق هذاك العلك نتاعو كلش، راح يجيني ساهل هنا كي نعجن العجينه نتاعي. لهنا كيما قلت لكم راح غير ندلكها حوالي 5 دقائق كيما قلت لكم، يعني ساهل ماهل، ما ياخذش من وقتكم، ومن في العجين ما ياخذ لكمش يعني عجين بزاف. راح نعطيكم الكاميرا باش تشوفوا مليح طريقه العجن نتاعو. هذه هي طريقه العجن نتاعو اللي تعلمتها انا من الام تاعي، ربي يرحمها ويجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. راح نعجنو حوالي 5 دقائق فقط كيما راكم تشوفوا غير بصبعي، يعني ما يتعبش، خلاص وناجح يا البنات. وراح نعطيكم يا البنات كيفاش يتنفخ لكم وكيفاش ما راحش يتنفخ لكم، يعني كل اسرار نتاعو كنت قلت لكم يعني البنات يعني بالتدقيق، يعني ساهل السفنج هذايا. شوفوا البنات مالغري الكاطو مازال تاع العيد وكلش، ولكن الولاد شتو من داك يعني يحبوا يحسوا بهذيك التخمه تاع الكاطو وكلش. قالوا لي ماما ديري لنا السفنج، قلت نبارطاجيه مع حباباتي. كاين اللي ما يصدقلهاش ما يتنفخلهاش، يجيها من داك معجن لداخل. شوفوا البنات كاني قلت لكم راح نعطيه لكم يعني بالتفصيل ويجيكم يعني خفيف على حبه. هنا شوفوا البنات بعد ما تعجن كنت عجنته يعني غير حوالي 5 دقائق، دلكته غير كيما راكوش كيما شفتوا. راح نجيب شويه تاع زيت وراح نجيب لي بلاطو اللي نحط فيهم السفنج تاعي. هنا من الاحسن انه البلاطو ولا حاجه اللي تحطوا فيها السفنج تاعكم ادهنوها بالزيت هكذا باش كي تجي ترفدوا الحبه تاعكم وتروحوا تقلوها ما تلصق لكمش في البلاطو، لانه اذا لصقت لكم ما راحش يتنفخ لكم السفنج نتاعكم. هنا راح نكور السفنج تاعي بهذا الحجم اختياري. اللي حاب يدير حبيبات صغار يعمل حبيبات صغار، انا عملتهم حبيبات متوسطين هكذا باش ما ياخذليش الوقت بزاف.
كيما شفتوا لهنا راح نفتح الحبيبات نتاوعي. كيما شفتوا البنات، شوفوا راح نعطيكم السر تاع السفنج تاع السميد باش يتنفخ لكم ويجيكم خفيف وما يجيكمش معجن من الداخل. هو في التقراص نتاعو ما لازمش تقرصوها الحبه تاعكم رقيقه بزاف، لانه اذا قرصتوا الحبه تاعكم رقيقه بزاف ما راحش تتنفخ لكم الحبه. هذا هو السر تاع السفنج باش يتنفخ لكم. ما تعملوهاش رقيقه بزاف و ميم طون ما تعملوهاش يعني خشينه بزاف، يعني السمك تاعها يكون متوسط. كيما هنا انا عملت لي يعني كميه لاباس بها حوالي 20 حبه 25 حبه مليحه يشربوا فيها القهوه تاع العشيه ويزيدوا يفطروا بها. ياك هما اللي يحبوا السفنج. شوفوا هنا الحجم تاع الحبه تاعي يعني متوسط كيما شفتوا يا البنات، هكذا ما ياخذليش وقت من في القليين وليه تكون الحبه مليحه. راح نعطيكم يا البنات زوج طرق اللي ديروا بهم السفنج. انا نحب نعمل كيما هكذا تجيني ايضا سهله ونعرف السمك تاع العجينه نتاعي. راح نزيد نحل معكم حبه اخرى تجيكم سهله في يدكم بين صباعكم، تعرفوا السمك تاع الحبه تاعكم الى عاد رقيقه والى عاد خشينه. راح نكمل نعمل معكم بزاف حبات هكذا باش يعود يصدق لكم خياتي السفنج تاعكم، ويعني تنوضي يعني في رمشة عين تحضريه لوليداتك. وكاينه طريقه اخرى يا البنات اللي تحب تقرصوا يعني فوق السطح نتاعها ولا فوق البلاطو ايضا يعني سهله. كل وحده والطريقه نتاعها يا البنات، كل وحده وتشوف يعني الطريقه اللي تساعدها اللي تجيها سهله. راح نستف الحبات تاعي فوق البلاطو كيما راكم تشوفوا، ومن ذاك ندهنو يدينا بشويه تاع الزيت هكذا باش ما تصقلناش العجينه وتجينا سهله يعني كي نجيو نطرحوها. شوفوا الحجم تاعها يعني حجم متوسط، ماهيش كبيره بزاف وماهيش صغيره بزاف. وهنا ثاني البنات اللي تحب تطرحها كيما هكا بهذه الطريقه تقرصها ايضا، هذه طريقه سهله ما تشدلهاش ايضا الوقت. بهذه الطريقه تقرصيهم السمك تاعهم يكون يعني متوسط باش تتنفخ لك الحبه نتاعك. هذا هو السر تاع السفنج اللي يخلي الحبه تاعك تتنفخ وتجيك خفيفه وايضا ما تجيكش معجنه من الداخل. راح نكمل نقرص الحبات تاعي كامل ونرجعوا مع بعضنا. في هذا لوطون كنت حطيت الزيت يسخن لي. ايضا الزيت ما لازمش يكون يا البنات يعني سخون بزاف وما لازمش يكون يعني الزيت قليل بزاف، لانه الزيت كي يعود قليل بزاف ما راحش تتنفخ لنا الحبه نتاعنا. راح نكمل نقرص الكميه كامل اللي عندي ونروحوا نقلوهم مع بعضنا. بعد ما سخن الزيت تاعي راح نبدا نقلي السفنج حبه مور حبه. حطيت لهنا الحبه الاولى، شوفوا خياتي هنا من حطيتها راح نبدا نضيف عليها الزيت نكبو من فوقو ديريكتومون هكذا باش تتنفخ لي الحبه نتاعي وتجيني خفيفه وتجيني ماهيش معجنه من الداخل. كيما شفتوا لهنا تنفخت لي عادي الحبه نتاعي. راح نزيد نعمل حبه معكم وتشوفوا هيا البنات راح تتنفخ يعني فاسيلمون بكل سهوله وتجيكم الحبه تاعكم خفيفه
لهنايا البنات ما لازمش تكون النار عاليه بزاف، اذا كانت النار عاليه بزاف راح تتحرق لي وما تجينيش طايبه من الداخل. شوفوا لهنايا الحبه هذه الزوجه اللي حطيتها لكم لهنا، هذه الحبه كانت رقيقه كما قلت لكم لانه السفنج اذا رققتيه بزاف ما راحش يتنفخ لك حبيبتي. راح نزيد نعمل معكم حبات وتشوفوا راح يتنفخوا ويجيو سهلين. ان شاء الله تعجبكم الوصفه خياتي وتجربوها ورجعوا لي في لي كومونتير الا صدقت لكم ولا لا. شوفوا الحبه كيفاش جات منفخه تقول بالو. راح نزيد نطيب معكم حبيبات بات تشوفوهم. راح نرمي لهنا ديريكتومون الزيت فوق الحبه تاعي باش تتنفخ لي وتجيني خفيفه. راح تتنفخ تدريجيا غير بشويه. مين نشوفوها تنفخت لنا الحبه نحبسوا نقلبوها ونرميو ونطيبوا حبه واحده اخرى. يعني وصفه سهله وناجحه وغير بالسميد. من داك ما تكونش الفارينه تاعنا حاضره، تكون عندنا كميه قليله، نديرو اسفنج تاع السميد. راح نزيد نطيب معكم حبيباتي واحده اخرى. شوفوا هنا مين حطيتها بدات تتنفخ لي بالخف كيما راكم تشوفوا. نرمو عليها في الزيت حتى نشوفوها تنفخت لنا كيما البالو، ومن بعد نقلبوها نخلوها تزيد تطيب على الجهه الاخرى. راح نكمل نقلي الحبات تاع السفنج تاعي كامل ونشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش تحصلنا على السفنج تاعنا خفيف ومنفخ وطايب وماهوش معجن يا البنات. هاو ليكم البنات السفنج هنا بعد ما خليته قطر مليح من هذاك الزيت يعني الزايد نتاعو. شوفوا كيفاش خرج لي على حبه منفوخ كامل. شوفوا كيفاش جا منفخ، يعني من تعبزي عليه راح يعاود يعني يتنفخ وحده. شوفوا هنا راح نفتح معكم حبه كيفاش جات من الداخل طايبه وما هيش معجنه وما فارغه. هنا اللي تحب تحشيه بالكونفيتور ولا تحب دير فيه العسل ولا اي حاجه اختياري. شوفوا كيفاش جا منفخ وجا خفيف 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 كي البالو. ميم تعبزي عليه هكا بيدك ولا راح وحده يعاود يتنفخ. هنا نتاكدوا باللي السفنج تاعنا نجح لنا خفيف منفخ. انا راح نقدمه يعني كيما هكذا، يعني ما في حتى اضافه. اللي يحب يرش عليه السكر ولا العسيله ولا اللي يحب يحشيه بالكونفيتور هذا يعود اختياري ليكم حبيباتي. انا راح نقدمه هكذا مع قهوه حليب للاطفال خفيف، جا خفيف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاعي، تجربوها ورجعوا لي في لي كومونتير. لهنا البنات راح نبارطاجي معكم هاد لاغوب اللي شريتها. كما تعرفوا يعني بدا يسخن الحال. انا كنت في العيد ما شريتش يعني روبات قطيفه، كانت عندي وحده كنت شريتها ما عنديش بزاف عيطت بها، فضلت اني نشري روبات تاع كتان. شوفوا شحال الكتان تاعها بارد والستيل تاعها يعني مليح سامبل. ميم تقدري تغسليها في الماشينه لافي عادي تعدوم باللاستيك. ميم لهنا في الرقبه نتاعها تجي واسعه وتجي ايضا شوفوا عريضه. تحبي تزيري لها يعني في لاطاي، تحبي تخليها كيما راهي
الكتان تاعها يهبل يا البنات الشباب، والسعر تاعها في متناول الجميع. راهم بارتو السعر تاعهم يدير 100 يعني سومه روعه ماهيش غير ماهيش حق الكتان مامبا. شوفوا التيسو تاعها بارد يهبل وتجي عريضه. ميم في الليمونش ايضا البنات يجيو واسعين وستيل كلوش. انا عجبني هذا الموديل يا البنات، يعني تاع دوامي تاع سير ليام تلبسيها يعني مستراحه في الدار تاعك ديري الشغل، يعني روعه ستيل هايل تاع دوم يا البنات. وكنت شريت واحد الحجاب ثاني شريته يعني قبل العيد. هذا الموديل يا البنات يجي ستيل تاع عبايه، فيه سونسور ومام يجي مطرز، ما تخافيش انه يعني يطيروا لك هذوك لي موتيف ولا راهم مطرزين. ويجي مام في لي مونش يجي ايفازي بزاف. انا نحب هذا لو ستيل، نحب اللي يجي يعني لي مونش تاعو عراض بزاف. ميم تلبسي حاجه لي زاكسيسوار ولا داك يجيو باهيين. وشباب والتيسي تاعو روعه. شوفوا شحال يجي مطلوق وبارد. هذا البنات انا شريته من سطيف، شريته بروموسيون، شريته في عرفه، شريته 250. ولي كولور فيه الكري، في البوردو، في لو بيج ولو مارون، وفي هذا الروج بريك. انا عجبني هاد لا كولور، مي ما كانت ما عنديش هاد لا كولور، عندي لا كولور فيغ، عندي الكري. عجبني روعه ميم التيشيرت تاعو يهبل فرفوري وبارد. وهذا كان الفلوق تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم خياتي العزاز. خلوا لنا اراء تاعكم. نقول لكم سلام، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد، ونزيد نعاود ونقول لكم صحه عيدكم، وان شاء الله يا ربي تعيدوا بالصحه والهنا يا رب العالمين. سلام.